أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. اجتماعات لتقوية تأطير المعاقين وتطوير قدراتهم. دعم الطلاب في إقليم القاش بركة. تدريب أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. سقوط قتلى في اشتباكات بالعاصمة التشادية احتجاجا على تمديد المرحلة الانتقالية. ليز تراس تستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية. والفيضانات تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 5 ملايين إنسان في إفريقيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب اجتماعات في مديرية إقليم عنسبة من 4 وحتى 15 من أكتوبر لتقوية تنظيم معاقي الحرب وتطوير قدراتهم. وأوضح مسؤول جمعية معاقي الحرب فرع إقليم عنسبة سيد شمولي والدقرقيس بشأن فائدة الانضمام للجمعية أن الجمعية تساعد للحصول على الدعم الاقتصادي والعيني والصحي وفرص القروض. وقال إن التقدم في السن والأمراض المزمنة والمصاعب الاقتصادية من أهم تحديات معاقي الحرب، وتعمل الجمعية في دعم المحتاجين ماليا وعينيا للتخفيف من هذه المصاعب. وذكر أن الجمعية تغطي المنصرفات الطبية بنسبة 70% للمعاقين المرضى الحاصلين على الخدمات في الداخل و50% للعلاج في الخارج. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفات ينجرماي الجمعية للتعرف جيدا على أوضاع أعضائها والسعي الدؤوب لتحسين حياتهم المعيشية. من جانبه أوضح مسؤول التأهيل وإعادة التنسيق في الجمعية سيد أبراهام كفلتين أن الجمعية فتحت فرص القروض في المناطق النائية التي لا يستطيع المعاقين فيها الحصول على القروض البنكية نتيجة البعد وصعوبة المواصلات والضمان، وقدم حتى الآن أكثر من 16 مليون نقفة على مستوى البلاد. تضم جمعية معاقي الحرب في إقليم عنسبة 2218 عضوا. تلقى الطلاب المحتاجون في مديريات شامبوكو وفورتوساوا وأقردات وقلوج في إقليم القاش بركة دعما باللوازم الدراسية. وأوضح مسؤول مكاتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في هذه المديريات أن الدعم المقدم يكفي للسنة الدراسية الكاملة، مؤكدين بأن الطلاب الحاصلين على الدعم تم اختيارهم عبر إدارات الضواحي. وأوضحت أسر الطلاب بأن الدعم الذي حصل عليه أبنائهم يسهم لاستمرارية أبنائهم في التعليم. تلقى 30 من أعضاء إدارة الإقليم الأوسط دورة تدريبية في تقنية الكمبيوتر. وأوضح المدير العام لقسم الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية في الإقليم السيد تدروس تخلي في مراسم التخريج في 19 من أكتوبر أن التدريب اشتمل على صيانة أجهزة نظام المعلومات وإدارة قاعدة البيانات للمساهمة في تقديم خدمات ناجزة. وذكرت ممثلة المتدربين بأن المعرفة المكتسبة تدعم القدرات وسيسعين لتطويرها خلال العمل. ودعا حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي حيلي المتدربين لتسخير معرفة التقنية المكتسبة لمصلحة مؤسسة العمل والشعب. وقدمت في المناسبة الشهادات للمتدربين وشهادات تقديرية للمدربين. تبرع أعضاء مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط من 17 وحتى 19 من أكتوبر ب370 كيس من الدم طواعية. شارك في التبرع أعضاء اتحادات الدراجات وألعاب القوى وكرة القدم. في غضون ذلك قام أعضاء مكتب تنسيقية تسريح أعضاء الجيش بمبادرة مماثلة في 19 من أكتوبر.
قام سكان ضواحي سومومو وميلافو ودعرو غونجعت وجزاكرن وبلدة إندا قرقيس وعمال المؤسسات الحكومية في المديرية بصيانة الطريق الرابط بمدينة عدخالة الذي خربته السيول وتسبب في إعاقة المواصلات. وذكر السكان بأن خراب الطريق أثر سلبا على أنشطتهم اليومية وقاموا حاليا بإجراء حل مؤقت. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية السيد برهاني ولد سلاسي أن العمل نفذ على طريق عدخالة عند قرقيس البالغ طوله 17 كيلومترا، داعيا الجهة المعنية الاهتمام لإيجاد الحل الدائم. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدين الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قتل 5 أشخاص في احتجاجات في العاصمة التشادية نيجامينا في اشتباكات عنيفة في مظاهرة محظورة شارك فيها المئات تلبية لدعوة المعارضة احتجاجا على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، وذلك حسب ما قال رئيس مستشفى أونيون شاغوا جوزيف أمبل. وشهدت سحب من الدخان الأسود وسمع دوي قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل منتظم، فيما أقيمت حواجز في الكثير من مناطق المدينة وأحرقت إطارات على طرق رئيسية معينة لعرقلة حركة المرور. وبدت الشوارع خالية في الدائرة السادسة معقل المعارضة. وأشار مراسل آخر في وكالة الأنباء الفرنسية إلى انتشار الإطارات وجذوع الأشجار وأكوام الطوب في الشوارع في حين أغلقت المدارس والجامعات. وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الانتقالية في 20 من أكتوبر، لكن أبقي محمد إدريس ديبي رئيسا في نهاية سبتمبر، وحتى إجراء انتخابات متوقعة في نهاية فترة انتقالية ثانية سيتمكن ديبي خلالها من الترشح. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من رئاسة الحكومة بعد أقل من شهرين على توليها منصبها خلفا لبوريس جونسون. وأبلغت الملك قرار الاستقالة من زعامة حزب المحافظين، مؤكدة مواصلة أداء مهامها حتى اختيار زعيم جديد. وكشف استطلاع رأي إن 4 من كل 5 بريطانيين بالغين 80% ينظرون الآن إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشكل سلبي، و62% يرون أنها غير مناسبة للمنصب. وتأتي الضربة الأخيرة لتراس بعد أيام من إقالتها وزير الخزانة كواسي كورانتك من منصب وزير الخزانة واستبداله بجيريمي هانت. أشار فريق بحثي إلى أن أثر الفيضانات على الأمن الغذائي لسكان قارة إفريقيا يظهر خلال أشهر قليلة فقط من حدوث الفيضانات، بخلاف تصورات العلماء في هذا النطاق سابقا. والفيضانات هي تراكم للمياه ثم جريانها على أرض جافة، وتنتج عادة من فيضان المياه الداخلية من الأنهار والجداول، أو عن طريق التراكم غير المعتاد لمياه الأمطار الغزيرة أو مياه السدود. وحسب الدراسة التي نشرت في دورية Browsing of the National Academy of Science، قام الباحثون بإجراء فحص مفصل لأحوال الفيضانات في الفترة بين عام 2009 إلى عام 2020 في أكثر من 12 دولة بغرب وشرق وجنوب إفريقيا، بما في ذلك نيجيريا والنيجر وكينيا وموزمبيق وملاوي. وحسب الدراسة فقد أظهرت النتائج أن مشكلات انعدام الأمن الغذائي في 12% من المناطق الخاضعة للدراسة ارتبطت بالفيضانات في الفترة محل الفحص، حيث كان هناك أضرار جسيمة للبنية التحتية والأراضي الزراعية والماشية.
في النبأ الأخير، أعمدة ضخمة من الغاز والغبار باللونين البني والبرتقالي في الكون الشاسع، تعجب آلاف النجوم في طور التكون، وأجزاء شديدة الإحمرار في نهايتها تبدو كالحمم البركانية. هذا ما كشفته أول صورة يلتقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب لما يسمى بأعمدة الخلق. ويمثل هذا المشهد مخزوفات نجوم في طور التكون تعود إلى بضع مئات من الآلاف السنين فقط، كما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في بيان. وأشارت ناسا إلى أن الصورة الجديدة ستساعد على الباحثين في مراجعة نماذجهم الخاصة بتكوين النجوم، من خلال تحديدهم عددا أدق للنجوم المتكونة حديثا، بالإضافة إلى كمية الغاز والغبار في هذه المنطقة. ويتمركز جيمس ويب الذي أطلق في الفضاء قبل أقل من عام، وكشف عن صوره الملونة الأولى في يوليو على مسافة نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. اجتماعات لتقوية تأطير المعاقين وتطوير قدراتهم. دعم الطلاب في إقليم الداش بركة. تدريب أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. سقوط قتلى في اشتباكات بالعاصمة التشادية احتجاجا على تمديد المرحلة الانتقالية. ليز تراس تستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية. والفيضانات تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 5 ملايين إنسان في أفريقيا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.